مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم لنشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذا المساء، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. وزارة الصحة تعلن عن إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. دورة تدريبية لمكافحة الجراد والآفات الزراعية الأخرى في عرزة. دعم المحتاجين في ماعين وزرونا وجندة. الزعيم الكوري الشمالي يغير استراتيجيته ويعلق التحرك العسكري ضد الجنوب. الهند وباكستان تتبادلان طرد موظفين بسفارتيهما. وزلزال يضرب المكسيك ويودي بحياة 5 أشخاص. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة اليوم 24 من يونيو عن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما يلي نقدم إليكم الإعلان الذي أصدرته بهذا الخصوص. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 24 من يونيو لمواطن عائد من أثيوبيا في الأيام القريبة الماضية ومتواجد في مركز العزل بضاحية مولقي بإقليم القاشبركة إصابته بفيروس كورونا، تجدر الإشارة إلى أنه رغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى، إلا أن تدفق المواطنين العائدين إلى البلاد برا وبحرا لم يتوقف من أثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن. هذا وقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إريتريا حتى الآن 144 حالة، منهم 39 شخص تم تسريحهم إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، فيما يتلقى 105 مواطن الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 24 من يونيو 2020. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية ل 151 من أعضاء وزارة الدفاع والعمال المدنيين في المؤسسات الحكومية بمديرية عرزة حول مكافحة الجراد والآفات الزراعية الأخرى. وتتضمن الدورة التدريبية التي أشرف عليها الخبراء وقدمت في ميدما وعرزة ومئراي براور طبيعة الآفات الزراعية وسبل مكافحتها واستخدامات معدات الرش الآلية. ودعا مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد محرتو أرأيا المشاركون في الدورة للعمل بفعالية من خلال التنسيق الجيد مع السكان عامة والمزارعين خاصة. وأشاد بالمتابعة الجادة التي قام بها المزارعون وإدارة ضاحيتي درهلاسي وذبان دبري لمكافحة الجراد الذي ظهر بكميات قليلة في شهر أبريل الماضي، حثا إياهم بتعزيز المراقبة في موسم الأمطار. وأوضح مدير مديرية عرزة سيد رؤسوم كفل مريم ضرورة القيام بالاستعدادات اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات، داعيا المشاركون في الدورة لاتخاذ الحيطة والحذر أثناء استخدام المبيدات. من جانبه أوضح المقدم تكي جبراي من قوات الدفاع عن تجهيز الكادر البشري لإنجاح مكافحة الآفات الزراعية، وناشدا المواطنين بضرورة تعزيز التعاون مع الأعضاء المشاركين في المكافحة. تلقت الأسر المحتاجة الملازمة لبيوتها جراء وباء كورونا، والتي تعتمد على الدخل اليومي في مديريات ماعيني وزرونا وجندع دعما وإعفاء من مدفوعات إيجارات البيوت. فقد تم توزيع 10 كنتال الذرة في قرى عد باري وعد حفات وأنبا عربة وحبنات بمديرية ماعيني، وقدم 11 كنتال الذرة للمحتاجين في ضاحيتي أتكارو وسناغا بمديرية عرزة. من ناحية ثانية ألقى السيد سئلة ولد سلاسي إيجار 4 أشهر لمستأجري منزله في صرهنا. وفي مدينة جندة ألقى السيد يحدقو برو والسيد تسفاي يحدقو إيجار 2 شهر عن كاهل مستأجري منازلهم. ألقى الإريتريون في الداخل والمهجر مدفوعات إيجارات البيوت لمستأجري منازلهم لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ملازمة البيوت جراء وباء فيروس كورونا. فقد ألقت السيدة أمينة إيجار شهر في سلع دعرو والسيد إساق نوغوسي ل3 أشهر. وفي كتمولة ألقى السيد قبر تنسائز مكيلة إيجار 2 شهرين، والسيد أبرها والسلاسي إيجار 5 أشهر، والسيد سيمون نوغوسي إيجار 3 أشهر، والسيد شمشو أحمد إيجار 2 شهرين. وفي أبا ردى ألقت أسرة عقبة هبت ميكائيل إيجار 2 شهرين، وأسرة رفائيل والسلاسي إيجار 2 شهرين. وفي عدي جومبولو ألقى السيد داويد كداني إيجار 3 أشهر، كما ألقت السيدة محرة يمان المقيمة في السويد إيجار 5 أشهر في عد حوشة. وفي مديرية أبا شاول ألقى السيد شناش كداني المقيم في السعودية إيجار 4 أشهر، والسيدة مآزة تسفى برهان إيجار 1 شهر، والسيدة براها حقوسة إيجار 2 شهرين. وزنبيش برهاني إيجار 6 أشهر، وأسرة بهجو برهاني إيجار 2 شهرين، والسيدة مبرات قبر مدهن إيجار 2 شهرين. وفي مديرية جازاباندا ألقت أسرة هبت ميكائيل قبر سلاس المقيمة في سياتل الأمريكية إيجار 3 أشهر.
وجيلو تيتي جوزيبي المقيم في أديس أبابا إيجار شهرين، والسيد مبرهتو جبرآب إيجار شهر، وأسرة تبرع كفلي المقيمة في إسرائيل إيجار شهرين. وإذا أتفسها إيجار شهر، والدكتور جبر مدهن جبرز جابهير المقيم في إيطاليا إيجار 6 أشهر ل4 أسر في أبشاول وججرته، و3 أشهر ل3 أسر. والسيد ستيفانوس جرز جهير من إيطاليا إيجار شهرين. أشار تقرير وزارة الصحة إلى استمرار تقديم التبرعات الشعبية لدعم صندوق مكافحة وباء كورونا. وأفاد التقرير بأن معلمو وعمال مدرسة فلطة الابتدائية والمتوسطة تبرع بمبلغ 138,421 نخفة، ومعلمو وعمال مدرسة فرسلام 93,319 نخفة، ومعلمو وعمال مدرسة عوض 88,954 نخفة، وضاحية حرين بودقم حاري 22,565 نخفة، وعمال إدارة إيجارات البيوت بأسمرة 13,706 نخفة، ومركز سالينا لتدريب مهارات تصفيف الشعر 10,000 نخفة. كما تبرعت لجنة المياه والنظافة في حليب منتل ب10,000 نخفة، وطاحونة فرويني هبتي مكيل في قشوط ب5,000 نخفة، وطاحونة جرنسية في كتمولع 5,000 نخفة، وجمعية تدريب قيادة السيارات في كرن 4,000 نخفة، وجمعية قدوس مكيل التعاونية لأبناء وكي المقيمين في أسمرة 3,000 نخفة، وباردهلك 3,000 نخفة، والاتحاد الوطني للمرأة فرع مديرية حلحلة 2,900 نخفة، ويوسكا كافي 2,500 نخفة، وجمعية سلام التعاونية لأبناء منسع المقيمين في أسمرة 2,000 نخفة، وطاحونات بلاتا قرماي في كتمولع 1,000 نخفة. وتبرعت جمعية مدهاني ألم عد قبرو للمقيمين في أسمرة ب5,000 نخفة، ومحطة بركة لتوزيع وقود تام أويل في تسني وبارنتو وقردات 3,000 نخفة، والجمعية التعاونية لدير قدس مريم عد دخولها للمقيمين في أسمرة 2,000 نخفة، وجمعية كدان مهرت دبر جنة سنبل 2,000 نخفة، ومتجر أزيب تولد لمواد البناء 2,000 نخفة، وجمعية مدهاني ألم التعاونية جزا وعد قبرين للمقيمين في أسمرة ب3,000 نخفة، ومتجر أليكس لمواد البناء 1,000 نخفة، وورشة ولد هيمانوت أسقدي 1,000 نخفة، ومتجر ألم سلمون للفلفل الأحمر 1,500 نخفة، وجمعية قدوس مكيال ديدا 1,000 نخفة، وورشة سامية محمد عمر لإصلاح الإطارات 500 نخفة، وعدد من المواطنين بأكثر من 17,000 نخفة. وفي ذات السياق تبرع الإريتريون المقيمون في بيروت ب$1,075 لتصل جملة تبرعاتهم 7,607 دولار. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، علق الزعيم الكوري الشمالي خطط للقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، كما أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الكوريتين. وكثف النظام الكوري الشمالي في الآونة الأخيرة الهجمات الشفوية ضد سيول، منتقدا بشكل خاص قيام منشقين كوريين شماليين في الجنوب بإرسال منشورات دعائية إلى الشمال عبر البالونات. وبعدما قطعت قنوات الاتصال الرسمية، دمرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي مكتب الارتباط الذي فتح في سبتمبر 2018 إلى شمال المنطقة المنزوعة السلاح، وكان يرمز إلى التهدئة التي سادت بين الكوريتين في تلك السنة. وأعلن الجيش الكوري الشمالي أنه سيقوم بتحركات ضد الجنوب تشمل احتلال مواقع التعاون بين الكوريتين المجمد حاليا، وإعادة نصب مراكز المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح، أو حتى تكثيف المناورات العسكرية. قالت الهند أنها ستطرد نصف العاملين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بسبب تجسس المسؤولين هناك، مما دفع إسلام أباد لإعلان أنها سترد بالمثل. ويشوب توتر في العلاقات بين الخصمين المسلحين نوويا، كما أن عمليات الطرد المتبادلة للدبلوماسيين بسبب اتهامات بالتجسس في الغالب أمر متكرر بينهما، ولا يوجد سفير دائم لكل من الهند وباكستان لدى الأخرى. وفي الشهر الماضي تبادلتا الاتهامات باحتجاز دبلوماسيين بشكل غير مشروع وتعذيبهم. وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن موظفيها تصرفوا بشكل قانوني، وأنها ستطرد نصف العاملين في سفارة الهند بإسلام أباد كإجراء مماثل. وقالت الدولتان أنهما طلبتا من المسؤولين الذين شملهم القرار المقادرة خلال أسبوع.
لقي 5 أشخاص حتفهم جراء زلزال عنيف ضرب المكسيك التي تعاني من وباء كورونا، وقد أجبرت الهزة الأرضية مئات السكان الخائفين على الخروج من منازلهم، وقد أعقبها تحذير من تسونامي من البيرو وحتى هاواي. وضرب الزلزال وهو بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك حسب المركز الوطني لرصد الزلازل، الذي أفاد بأنه تم تحديد مركز الهزة في ولاية أوكساكا في جنوب البلاد، حيث لقي الأشخاص ال5 حتفهم. أحد الضحايا كان يعمل في مصفاة شركة بيميكس للنفط في سالينا كروز، والتي توقفت عن العمل لتعرضها للحريق. الزلزال الذي أدى إلى أضرار مادية جسيمة في ولاية أواكساكا شعر به أيضا سكان العاصمة مكسيكو، وقد أعقبته مئات الهزات الارتدادية. في إطار إجراءات رفع الحجر الصحي في برشلونة، عادت دار أوبرا برشلونة فتح أبوابها بحفل موسيقي حصري للنباتات، وأدت الفرقة جياكومو بوتشيني عرضها الموسيقي أمام 2292 نبتة. اختيار هذه الموسيقى لم يأتي من فراغ، بل لأنها تشرح الأوقات الحزينة التي واجهها البشر خلال الأشهر الثلاث الماضية. وبعد انتهاء العزف حيا الموسيقيون على نطاق واسع الجمهور من النباتات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.